النهاردة هاخدكم معايا وانا رايح اطمن على مستقبل مصر. ولو الفيديو ما عجبكمش فالعيب مني لان اول مرة اعمل فلوج. الرملة اللي قدامكم دي هي اغلى رملة في العالم، وغير تسميتها بارض الفيروز فتمن استرجاعها كان دم الاف من شباب مصر. ودي مينا شرق التفريعة اللي اتفاجئت من كمية الشغل اللي موجود فيها. وهنا كنا وصلنا المكان اللي رايحين له، وللأسف التصوير كان ممنوع، لكن المكان كان فيه نظام وهيبة رهيبة من أول ما دخلنا من البوابة. قاعدة شرق بورسعيد البحرية، أكبر قاعدة عسكرية مصرية في شبه جزيرة سيناء. حاولت أصور لكم حاجات بسيطة من اللي شفته، واتفاجئت من المعدات والسفن الحربية والفرقاطات، واللي أغلبها كان تصنيع مصري أو تصنيع مشترك. ولو كنت اتقفشت وأنا بصور ما كانش زمانكم تعرفوا عني حاجة دلوقتي. وهنا كنا خلصنا ومروحين، وكنت حريص أوريكم كمية الشغل والمشاريع اللي بتتعمل في كل شبر في سينا. لو ما عجبكش الفيديو فأكيد العيب مني لأن أول مرة أعمل فلوج.